اتفضل عرف نفسك. انا والد ياسين حسني مجدي. مواليد 2011. بقالنا هنا في الأكاديمية من 4 شهور. بصراحة أول ما جيت الأكاديمية هنا لقيت التزام غير عادي، دي أكتر حاجة عجبتني في الأكاديمية. كابتن رضا بيقدم كل ما أوتي من قوة علشان يطلع أحسن حاجة في اللاعب. بصراحة ياسين حاسس في خلال ال3 4 شهور اللي فاتوا دولت في تقدم كبير جدا في لياقته البدنية، في حركته بالكورة. كل الحاجات دي فعلا حسيت بيها. مش بيعلموهم بس ازاي يكونوا لعيبه كوره، بيعلموهم ازاي يحبوا بعض، ازاي يتعاملوا مع اولياء الامور بطريقه كويسه، بيعلموهم ازاي اهم حاجه يكون قبل التمرين المذاكره، الصلاه، دايما يتكلم معاهم على احترام الوالدين. بصراحة أكاديمية حاسس إنها متكاملة جدا. بنحس إن إحنا وسط أسرتنا، مش جايين بنقضي ساعتين عشان ولد يتمرن ويمشي. لا يعني بنشوف حاجات بصراحة ما شفناهاش في أماكن تانية. حضرتك عرفت الاكاديميه عن طريق ايه؟ بصراحة أنا كنت سامع عنها عن طريق الفيسبوك، وياسين ابني كان متابعها كل فترة كده، كان يبعت لي لينكات. فلما لقيت اهتمامه بالكرة الفترة اللي فاتت ديت مهتم بيها وحاببها، قلت اشترك وكلمت الكابتن رضا. بصراحة حاجة ما ندمتش عليها يعني. ابن حضرتك كان بيلعب في مكان قبل ده؟ لا هو ما كانش بيلعب كورة، بس كان بيلعب رياضة تانية، كان بيلعب كيك بوكس. بس يعني خرج منها عشان رياضة عنيفة شوية. الكورة بالنسبة له كانت أحسن. مهتم بيها هو أكتر، فربنا يكرم فيها معاه. شكرا.